الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هامة من هامات التاريخ العربي والإسلامي، وعلم من الأعلام اليمانية التي لم يعطها التاريخ حقها، ولا يكاد القارئ اليوم يجد إلا الأسطر القليلة التي تتحدث عن هذه الشخصية، مع أنها قد ألفت كتب ومجلدات وأخرجت أفلام ومسلسلات عن أسماء أخرى لا تستحق ذلك كله. إنه البطل المقدام، حفيد التبابعة العظام، فارس حمير وفتاها، أبو شراحيل ذو الكلاع الحميري. أسلم ذو الكلاع الحميري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف المؤرخون في صحبته. وعندما أرسل الخليفة الصديق رضي الله عنه يستنفر القبائل اليمانية للمشاركة في الفتوحات الإسلامية، كانت حمير العريقة وعلى رأسهم فارسهم ذو الكلاع الحميري من أول الواصلين إلى المدينة المنورة، يتقدمون القبائل اليمانية الأخرى. وعندما التقاهم الصديق مستقبلا لهم، أنشد ذو الكلاع الحميري قصيدته المشهورة: أتتك حمير بالأهلين والولد أهل السوابق والعالون في الرتب، الحرب عادتنا والطعن همتنا، وذو الكلاع دعا في الأهل والنسب. أرسلهم الخليفة الصديق رضي الله عنه للمشاركة في الفتوحات الإسلامية، فأبلوا البلاء الحسن، فهم أبناء الحروب وفرسان المعارك، ورثوها كابرا عن كابر. وقد تجلت الشجاعة والفصاحة والجراءة لدى ذو الكلاع الحميري واعتزازه بتاريخ آبائه وأجداده عندما التقى أحد القادة الرومان الكبار في أحد المعارك، فقال له القائد الرومي: نحن نعلم إنما أخرجكم الجوع والقحط، فخذوا ما شئتم وعودوا إلى دياركم. فرد عليه ذو الكلاع الحميري بكلمات سجلها التاريخ بأحرف من نور، قائلا: قد أخطأت يا هذا، إنما نحن نتبع خطى أسلافنا. قتل ذو الكلاع الحميري في من قتل من المسلمين في معارك صفين المشؤومة، وقد كان متزوجا من حفيدة القيل اليماني الشهير أبرهة بن الصباح الحميري، وهو والد الفارس القائد شرحبيل ابن ذو الكلاع. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.